مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل حاجه كده جميله وظريفه وخفيفه وسهله. هما بيقولوا عليها المسخسخه بس مش عارفه ليه. ما علينا. عندنا لفه جلاش وعندنا نص كوبايه زبده سايحه. هنقطع الجلاش ليكوا معايا، نقطعه كده زي ما هو. بصوا حبايبي، هنحط كده ونقلبها كويس واحطها في الصينيه عشان تحمر تحت الشوايه وارجع لكم تاني. عملنا دهناها بالزيت والسمنه او زبده اللي يعجبكم، اي ماده دهنيه. هدخلها تحت الشوايه تحمر واوريها لكم تاني. بصوا حبايبي، دول معلقتين كاستر كبار، ودول كوبايتين لبن الكوبايه العاديه المج العادي الازاز، ودول معلقتين سكر كبار. هناخد نحط الاول عشان الكاستر ما يكلكعش تحت. نحط اللبن الاول، كوباية لبن على كوباية مية. اوكي، كوباية ونص لبن على نص مية، المهم 2. هنحط معلقتين كاستر كبار، معلقتين مليانين عشان يدينا نتيجة حلوة. هنزود نحط المعلقتين كلهم. لو احتاجوا حسب التحلية اللي انتوا حابينها بقى، لو محتاج معلقة ماشي، مش محتاج خلاص. وهنرفعه من النار. على التقليب بقى المستمر، مدخلين الجلاش بالسمنة في الفرن تحت الشواية بيحمر. بصوا حبايبي، هو احمر اهو. هنعبيه في الكاسات. هنحط بقى طبقة كاستر. وطبعا لما بصوا حبايبي، حطينا طبقة الكاستر. المفروض يكون سايل شوية، سوا تقل على بال ما سيبناه. هنحط برضه طبقة جلاش دي. بصوا حبايبي، هنحط الطبقة التانية اهي. ارجو ان انتوا تجربوها. فكرة الكاس بره يعني مش كاس، هي تقريبا محطوطة في علب كده، غالية جدا مع انها ما كلفتناش. جلاش بايظ عندك بقى ومركون، اشتغلي. وعش حبايبك واولادك واحفادك يبقوا مبسوطين. حاجة حلوة كلوها بالليل تبقى عشا 100 واحد وباي باي، مفيش اكتر من كده. عايزاكم تشوفوا العظمة. احنا كمان فايض جلاش، كمية جميلة جدا باقية. بالنسبة بقى في التقديم، اي مكسرات اوكي، سوداني اوكي، شوكولاتة اوكي، اي حاجة، جوز هند شغال.
بس انا جربت الكاستر بالشوكولاته، رائع، جربوه. مش مهم شوكولاته ايه بقى، اي شوكولاته عندك بواقي اعملي على طول. احنا بنقلل التكلفه على قد ما نقدر، مش لازم نكلف جامد، حاجه بسيطه بس بتفرح عيالنا، ويكفي ان انت عاملاها بايدك وما خدتش اي وقت. وشكرا لمتابعيني، بشكركم على انكم بتتابعوني وبتدعموني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى حبايبي في اللايك والشير. بصوا حبايبي، بصوا الشوكولاته بدأت تسيح اهي، بتلمع، شوفوا جمالها. يا ريت تجربوه ويا ريت ما تنسونيش. ايه رأيكم؟ بالهنا والشفا عليكم، وباي باي.